قال الشرع أخو الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر بيانا ينفي بأن له مكتب أو أي علاقة بنشاط سياسي أو تجاري في دمشق، ولكن بالبيان ذكر بأنه الآن يركز بالشكل الصحيح من أجل تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة لسوريا وشعبها والتواصل مع الجهات المحلية والدولية من أجل تقديم المساعدة للشعب السوري. طيب ما هي صفتك الرسمية بالدولة علشان تقدم المساعدة أو أنك تجري اتصالات محلية ودولية بما أنه ما عندك أيس لهذا البلد، طالما أنه ما عندك صفة رسمية أو ما عندك منصب أخذته بكفاءتك وبجدارتك، فالأفضل أنه ما تتدخل كونك بس أنك أخو الرئيس السوري أحمد الشرع. فلذلك في كفاءات بسوريا تستطيع أن تتواصل مع الجهات المحلية والدولية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية التجارية ومن الناحية العسكرية، هم أصحاب كفاءات. عندك كفاءة تقدم، ما عندك كفاءة صفتك أنك أخو الرئيس السوري ما تأهلك. الآن الشعب السوري يختلف عما سبق.